مساء الخير، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم حابة أخيط وياكم حقيبة المكياج، وهاي أول مرة إني أخيطها، وحبيت إني أشاركها وياكم. صراحة أنا حابة إني أشارك وياكم هاي الفقرة مالت أول شي، يعني أول تجربة إلي، وأشوفها إذا ناجحة أو فاشلة وأشاركها وياكم. تحفيز وتشجيع لكل بنية تحب الخياطة، لا خوف من الفصال والخياط. فحبيت إني أشارككم هاي الفقرة تشجيع إلي وإلكم همين. طبعا إذا حبيتوا هيجي فيديوهات إن شاء الله أستمر بيها. هنا مثل ما تشوفون عندي قطع من القماش، راح أسوي حقيبتين، حقيبة صغيرة كلش وحقيبة تصير وسط. وهنا راح أبدي هسه أخذ القياسات الحقيبة الوسط. عندي هنا راح أخذ العرض 28. أما طول الحقيبة راح يصير 20. أما البطانة الحقيبة والوجه مال الحقيبة راح يصير متشابهات بالقياس فيت، يعني راح نقص قطعتين للوجه وقطعتين تصير للظهر، يعني للبطانة. وهنا عندي هاي القطعة الصغيرة راح أسوي جيب داخلي بالحقيبة، كويتها من كل الأطراف حتى يسهل علي الخياطة. وعندي هاي اسمها القطعة الصغيرونة راح تصير ممسك للحقيبة. طبعا الطول مالتها 16، أما العرض يصير 5. والجيب كيفكم انتم تتحكمون بيه. همين راح أقيس الحقيبة إلكم بالشبار. الطول يصير شبر، أما العرض يصير شبر وأربع أصابع. هسه كملنا كل شي. هذا الفصال مال الحقيبة الوسط كملته مثل ما قلت لكم. اسمه الطول والعرض مالت البطانة ووجه الحقيبة متساويات. هسه راح أبدي أراويكم قياس الحقيبة الصغيرة. همين هذا جيب راح أسوي دفن يعني جوا بالبطانة. وهمين راح أخذ القياس مالت راح أقيس وياكم الممسك مالت الحقيبة. الطول 8 والعرض 5. أما الجيب داخل الحقيبة الطول 11 والعرض 15. همين أكوين بهيجي طريقة. أقيسه وياكم بالإشبار. الطول جف وإصبع، العرض يصير جف وثلاث أصابع. وهسه راح أقيس العرض والطول مال الحقيبة. العرض مالتها 21، أما الطول يصير 15. وهمين راح يصير الفصال البطانة والوجه مالت الحقيبة نفس القياس. وراح أخذ لكم هسه بالإشبار جف وأربع أصابع الطول، أما العرض يصير شبر وشوية، ويعني أقل من الأصبع. أحتاج همين سحابة. وهسه راح أبدي أخيط الحقائب. أول شي راح أخيطه هو الجيب الحقيبة. راح أخذ القياس وأخلي الجيب يكون بالوسط، وراح أخلي أترك أطراف على مود شنو، بعدين أقص الأطراف على جهة 5 5. 5 بالطول و5 منها بالطول، إن هذا الشي راح أقصه بعدين. فلازم إني أترك مسافة للجيب وما أخليها يعني قريبة للطرف، لأن حتى من أقص الحقيبة ما أقص الجيب وياها. فيعني إذا صار الجيب طويل فأقص من عنده. والمهم إني أخليه بالوسط، تبتب الدنبوس وأخليه بالوسط. راح أخيط الاثنينات سوا. راح أخيط أول شي راح أبدي بالأبيض هو البطانة، وبعدين أبدي بالأسود هو الوجه الحقيبة. هم أخذ القياس 3 على 3، هذا اللي راح أقصه بعدين وأراوكم إياه. وأخذ القياس يعني مضبوط من الوسط وأثبته بالدنبوس. سويت الجيب من الأطراف كفة واحدة، أما الفتحة اللي مالت الجيب لا، سويتها كفتين، كفة وكفة، على مود بالخياط يعني بسرعة أخيط ويصير يعني شكله مرتب إذا كويتي، يعني إذا واحد يكوي.
مثل ما تشوفون هيجي خيطته. بديت أول مرة أخيط الفتحة مالت الجيب وبعدين أبدي أخيط الجيب. عملت الجيب مال الحقيبة الصغيرة، وهسه راح أخيط الجيب مال الحقيبة الكبيرة، وراح شوية أسوي اختلاف بيه مثل ما راح تشوفون هسه. هسه كملته وراح أخيط شوية من الطرف الجيب كفيكة، مثلا واحد يخلي بيها مثلا قلم أو شي هيك، يعني فيكة خليتها بيها. احنا كملنا الجيوب وهسه راح شو اسوي؟ راح اخيط الوجه والبطانة، يعني وجه البطانة اللي بيجي على وجه الحقيبة بهيك طريقة، وابدي اخيط بس طرف واحد هو من جهة العرض. من اخلص يعني اخيط هاي الحقيبة يعني من جهة هاي، والجهة الثانية هم راح اخيطها، هو نفس الطريقة بس انا قلبتها هيك يعني. او راح اخيط الثانية هم الحقيبة الصغيرة هم اخيطها على عمود السرعة، وراح أكويهن، أقلبها وأكويها حتى شنو يصير الخياطة مرتب مثل الطريقة تشوفونه قدامكم. هسه راح أركب السحابة بالحقيبة. كملت أني خياط السحابة مال الحقيبة، والباقي الزايد بعدين أقصه. هسه شو راح أسوي من الفقرة؟ راح أخيط أطراف البطانة وجه ويا الوجه مثل هيك شكل، أخلي وجه اللي يصير بيه جيب جوا داخلي، والوجه الثاني راح تشوفونها هيك بهيجي أسوي. من راح أطبق وجه الحقيبة ويا وجه الثاني وأخيطهن كل من وحدة. كملت خياط هذا الطرف من البطانة، وراح أكمل أخيط الطرف الثاني مات الوجه وجه ويا الوجه. هسه كملت الاثنيناتين، وراح أسوي راح أقلبها من جهة السحاب أقلبها، صارت شكلهن من بعد ما خيطتهن. خيطت البطانة واحد والوجوه واحد وبعدين قلبتهن، صارت البطانة من الداخل الخياط صار يعني لورا، يعني متفتحين البطانة تصير نظيفة ما يبين بيها الخياط. هسه راح أقلبها وأراويكم الخطوة الثانية اللي راح أسويها. أهم شي يكون الخياط مساوي الأطراف مالت البطانة ومالت الوجه حتى تجي مضبوطة. هسه من سدت السحابة صار الوجه لجوا والبطانة لبرا، لأني راح أبدي أفصل أخذ القياسات الثانية. راح تكون طبقة الحقيبة هيجي والخياط راح يصير هيجي. وقبل لا أبدي أفصل الحقيبة راح أخيط الممسك مالت الحقيبة، خيطتهن لين أول شي راح أبدي أخيطهن بالحقيبة وبعدين أفصل. راح أخلي الممسك مال الحقيبة يصير بالوسط ما بين الخياط مال الورا مالت الحقيبة ومال السحاب اللي القدام مال السحاب. وهسه راح أطبق الحقيبة بهيجي طريقة، أخليها هيجي يعني أثني الحقيبة
مثل ما تشوفون. يكون وسط مال السحاب متساوي ويا وسط الخياطة الحقيبة مال الورا، وآخذ القياس صحيح منا أقيسها بالإشبار حتى ما يصير أعوج، وأبدي أخيط الممسك بهيجي شكل، وأطلع شوية من عنده عالمود آخذه بالإخياط. أخيطه على كيفي لأن أطراف السحابة شوية صعبة بالخياط وأخاف من الإبرة تنكسر، فعلى كيفي أنا أخيط. هسه أنا كملت وراح آخذ القياسات. إن شاء الله وضحت الطريقة اللي أخلي بيها الحقيبة تصير يعني من أطبقها. أخذت 5 سنتي بالطول وبالعرض راح يصير هم 5 سنتي، وبعدين أخططه على شكل مربع 5 على 5، 5 منا 5 منا هيجي، 5 منا و5 منا همين، وهمين 5 منا و5 منا من كل الجهات 5 5، وأبدي على كيفي أقصين. طبعا وأنا أقص هنا كلش أنا مرتبكة وخايفة، خاف أجيب العيد وأروح بالمقص لهناك للقدام، فعلى كيفي شي أقصن، بس أنا مسرعة بالفيديو. فهذه الطريقة شوية، هذا يعني البوكان كلش حساس، يعني أقل غلطة تخرب القطعة. قصيت كل الأطراف وراح أعكس الفتحة على هيك شكل وأبدأ أخيطها هيك، أبدأ أخيطها بهيك شكل، أعكس الفتحة وأخيطها، راح تشوفون شلون. هيك أخيطها. قبل لا أخيطها راح أخيط راح أفصل الحقيبة الصغيرة همين، مثل أخذ 3 طول و3 عرض وأسويها على شكل مربعات. أكو يعني فقرة سويتها ورا التصوير وخطأت بيها الأطراف عد على أساس إني يعني أغلفها حتى يصير شكلها حلو، بس ما عجبتني هاي الشرائط، راح أفتكها وأخلي اسمه وأبطنها بالقماش مالت البطانة يصير أحلى، فما عجبتني أنا هاي الأشرطة، فراح أوخرها وأفتكها وأخلي قماش من البطانة. هسه أنا فتقتها وخرتها وراح أبدي أخيطها. قبل لا أخيط يعني مثل الشكل المعاكس، أول شي أبطن هذا الطرف على جهة السحابة، أو أعطي شوية مساحة، أعطي مساحة من الطرف من القماش، يعني الطرف شوية مالت القماش اللي أبطن بيه، وبعدين أبدي أخيط على كيفي. أبدي أخيط من هاي الجهة على مود يعني هذا الطرف السحابي شوية معقد، فعلى كيفي، وانطيت شوي هنا هيجي مساحة لأن أنا أحتاجها على مود ألف الكفة. هسه أنا قلبت الكفة وهذا الطرف اللي قلت لكم عليه هيجي قلبته، وبعدين طبقت الأطراف طبقة الثانية طبقتين يعني، وأبدي أخيط البطانة من الداخل تصير مرتبة ونظيفة. كمل التغليفة الأولى وخلصت، وراح أبدي بهذا بدي أخيط الفتحة مثل ما قلت لكم، أعكسها بهيك شكل وأبدي أخيطها. هسه كملت أنا الطرف هذا، ومن أقلبها على وجهها صارت شكلها حلو. إن شاء الله من أخلصها راح تشوفون شكلها النهائي إيش قد حلو، وتستحق إني يعني أخيطها وأتعب عليها. أنا الفصال كلش سهل والخياط هم سهل وما تاخذ وقت. الخياط الحقيبتين متشابه ما عدا فتحة القص تختلف، ذيك 5 سنتي وهاي الحقيبة الصغيرة 3 سنتي، أما الخياط نفسه عينا ما بأي اختلاف.
كملت وياكم خياط التغليف الحقيبة الصغيرة، ونفس الحقيبة الكبيرة نفس الخياط مالتها، فحاولت إني أقطعه حتى ما يصير طويل، يعني الفيديو كلش طويل. هسه كملت الاثنيناتن، وهذا شكلهن النهائي شلون صار. طبعا كلش فادتني كلش عجبتني، ما أدري يمكن يعني الرسومات اللي بيها حلوة، يعني مال مكياج وهاي الشغلات. وفرت لي هواي يعني شغلات، يعني أخلي بيها مثلا مكياج، تقدرين تخلين بيها فلوس، أو مثلا تقدرين تخيطين حقيبة إلك يعني عنديش الوسط، وهاي الصغيرة تخليها البنوتة، تصير يعني الأم والبنت سوا. تعرفون يعني البنية تحب تقلد أمها، فتكيف يعني من تخيطين أنت حقيبة تخيطين لبنتك نفس الشكل نفس النوعية، فتكون يعني تكيف. تقدر تخلي بيها مثلا صبغة ظافر، هاي الشغلات مال بنوتات، أو تقدر تخلي بيها مستلزمات مالت المدرسة، أقلام، هاي الشغلات كلش تفيدها. يعني أنا فادتني أخلي بيها مكياج الدائم، وش قد ما أخلي مكياج وتريد، يعني أسميها الجنطة السحرية، إيش قد ما أخلي بيها غراض تريد. أخذ كمية هواي من المكياج كلش حلوة، شكلها همين كيوت ومرتبة. تقدرين تخلين بيها نظارات شمسية الخاصة إليش، أو ساعات. هسه مثل يعني ما أراويكم تشوفون إيش قد أنا استفادت منها، أو خليت قد بيها أغراض. وراح أراويكم الحقيبة الكبيرة شنو خليت بيها. خليت فيها علب كبيرة مثلا، يعني هاي الكريمات وأحمر الخدود أخذت مكان. شلون أخذت، وبعد أكو مجال أقدر أخلي بيها. حبيت إني أعطيكم وجه أفكار يعني حلوة تصير يعني لهاي الحقائب، وتقدرون يعني مثلا تخيطوها وتعطوها هدايا مثلا للأصدقاء للأهل، كلش حلوة. هسه شلون أنا أخلي بيها نظاراتي الشمسية، شي تقدرون تخلون بيها. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإن شاء الله عجبتكم الحقيبة مثل ما أنا عجبتني. أتمنى تقولوا لي بالتعليقات إذا هذا الفيديو عجبكم، وإني يعني أستمر بهيك فقرات. رأيكم كلش يهمني، حتى يعني أتحفز وأتشجع أني أنشر لكم فيديوهات منوعة ومختلفة. مع السلامة، باي باي.